اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم انطقني بالحكمة واجعل كلامي خفيفا نافعا يا أرحم الراحمين. عاملين ايه؟ يوم جديد وإن شاء الله تكونوا بخير وسعداء. وحشتوني 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 جدا من آخر فيديو نزلته. النهاردة يوم، أنا عايزة الفيديو ده يبقى يعني حطولي لايكات كتير فيه، لايكات كتير وعلقولي تعليقات حلوة جميلة زيكم كده وسيبولي علامة ان انتوا متابعيني وبتشرف بتعليقاتكم يعني، وبتشرف باللايكات بتاعتكم. النهاردة احنا رحنا طعمنا عبد الرحمن زي ما انتوا شفتوا كده، وجبنا فطار واحنا وجايين، وقلت بقى ما بدهاش نروح بقى ننضف تنظيف العيد. خلصنا امتحانات، طعمنا سنة ونص اللي هو آخر تطعيم، نروح بقى نشوف اللي ورانا في البيت. ما هو احنا بقى في حاجات اتبهدلت وحاجات اتطربت. احنا كان يعني السنة ما يعلم بلا ربنا. زي ما انتوا شايفين كده النيش، قلت احميه بقى حمية العيد، يعني يستحمى بقى، من حقه بقى يستحمى، نحميه عشان خاطر بقى ايه ما يدعيش علينا. دخلت بقى المطبخ، قلت بقى ايه نشيل كل الكركبة اللي على الحوض اللي ملهاش لازمة، عشان طبعا انا هجيب الحاجة اللي في النيش واشطفها على الحوض، فلازم الحوض يبقى فاضي ونضيف زي ما انتوا شايفين كده. وحشتوني جدا. ياريت بقى اللي بيتفرج عليا اول مرة يشترك معايا في القناة، ينزل يدوس على كلمة الاشتراك ويفعل للكل، عشان كل جديد وكل فيديو ينزل له، ويشرفني ان هو يتفرج على فيديوهاتي وتبقي واحدة من اصدقائي وحبايبي في القناة بتاعتي، وتكبر بيكم ان شاء الله. وان شاء الله اللي ربنا يعني ربنا يطعم كل واحدة الذرية الصالحة ان شاء الله. بص بقى هنا كنت خلصته الحوض، قلت بقى ايه نشيل بقى كل حاجة على الحوض ملهاش لازمة، عشان اي حاجة النيش وكده ازاز، فلازم انا ابعده عن عبد الرحمن، لان عبد الرحمن ما بيسيبش حاجة في حالها. يعني عايزة اقول لكم انا اصلا كنت ما بحبش انضفه عشان عبد الرحمن. هنا البتاعة دي كان جوزي حاططها لي ان انا احط التليفون واتفرج وانا بغسل المواعين يعني على اي حاجة، فلقيت ملهاش لازمة خالص بصراحة فشلتها، وقلت بقى صب من الحيطة كده، ده تصبينة خفيفة كده. كل ده على الوش وكل ده حاجات على الوش. احنا لسه التنظيف العميق لسه جايله، لسه ما تقلقوش. زي ما انتوا شايفين كده بالشكل الحلو ده. الله الله على النظافة وريحة النظافة والعسل. صراحة الواحد نفسه كده بيحصل له بهجة لما بيشوف الحاجات اللي هي النشيطة دي، ويبقى عايز كده يعمل حاجات كتير لما بيشوف الحاجات الحماسية دي. ايوه كده، هي دي الفيديوهات، لا اما بلاش. ايوه. اللي يعمل زينا نقول له يا عمنا ولا ايه. بص بقى كده قلت بقى ايه بالمرة بقى عشان خاطر يبقى الحوض على نظافة، والحاجة بقى ايه اللي في النيش تيجي على نظافة. ايوه عشان ننضف كده ونظبط ونهندم. ايوه احنا بنرسم. بنرسم خريطة. الواحد فرحان والله، هي ايام مفترجة وايام جميلة وايام ربنا زي العسل، ايام كلها خير وبركة. احنا في اجمل ايام اصلا، الواحد حاسس بروحانيات كأننا في رمضان، حاجة كده جميلة. يعني اللهم بلغنا رمضان ان شاء الله. قلت بقى ايه بالمرة كده نصفي بقى، نشوف المصفى اللي في الحوض ننضفها. يلا بقى نخش بقى على النيش بقى. النيش ده هلكني، اقسم بالله انا رجليا اليوم ده انا ما عملتوش على يوم، عشان بس نبقى ايه صراحة معاكو وايه على سكة ودغري.
النيش ده ما عملتوش على يوم، انا عملته على يومين. يومين. خد الصحة وخد الطاقة وخد الباور وخلاني. بصوا دي كانت معالق. كنت انا دخلت بشنطة، يعني شنطة معالق، فده اللي اتبقى منها، فقلت الحقه واشيله واجيب معالق تانية، فاهمين؟ جبت معالق تانية خارجية وشلت دي لان دي معالق نظيفة مش هتتعوض يعني. فطبعا انا ابني كل يوم بيرمي معلقتين في الباسكت. كان فاكرهم، هو فاكرهم لعبة، انا معرفش هو فاكرهم ايه بصراحة. فلقيتهم نقصوا، كلهم نقصوا، فلقيتهم بينقصوا، فلا قلت لا نحط وقفة بقى كده ونشيله، نشيل المعالق. شفتوا انا حزينة، حرفيا انا تعبت. شوفوا انا كنت بشيل الكوبايات دي رايحة جاية جاية رايحة، وقلت مش هعملهم بحتة قماشة. انا منطق القماشة بقولكوا باي، ها، بقولكوا باي. والله انا تعبت، اقسم بالله تعبت، اتهديت. بصوا في ناس بتنضف بقماشة، بس انا وصلت لمرحلة ان ما ينفعش الحاجة الكوبايات دي تتنضف بقماشة، والنيش ما ينفعش يتنضف بقماشة. زي ما انتوا شايفين كده، هي كل حاجة واضحة اهي، هي كل حاجة واضحة، مفيش حاجة مش باينة. تمام، كله على عينك يا تاجر، زي ما بيقولوا كده. فهنا بوريكم ان الكوبايات دي كانت حماتي ادتاني، ربنا يخليها لي. ما ينفعش تتعمل بسلكة لان اللون الاحمر ده زي بوية كده، حاجة كده، طبقة بتعمل قشرة. لكن دي كوباية ازاز تنفع تتغسل عادي، ماما جايباها لي ربنا يبارك لها. بغسلهم. انا واصلة لمرحلة ان انا لازم اعمل كده. اتهديت، تعبت. وفي ناس قالوا لي طب ليه عملتي كده، ليه كوبايه كوبايه كده، ما تحطي في طبق واشطفي وحط يتصفى وبعد كده في النيش. لا، انا قلت اليوم ده هغسلهم غسله زي ما قال الكتاب عشان يبقوا بيبرقوا. انا بحب الحاجه قدامي تبقى بتلمع، اللمعه دي لو مش في النيش ببقى متضايقه. كل واحد، بصوا حبايبي، كل واحد ليه حريه الاختيار، وحريه يعني حريه شخصيه، فاهمين؟ كل واحد يعمل اللي يريحه. بس انا ارتحت لما عملت كده. تعبت واتهديت، وبس الحمد لله. وعبد الرحمن عايز يخش جوه النيش ويجري، وعايز يطلع على الرف الازاز. يا ابني امشي يا ابني، ربنا يهديك. الحمد لله، يعني الحمد لله مفيش حاجة اتكسرت، والحمد لله كل حاجة سليمة وكل حاجة رجعت زي ما كانت. بس لا، ما رجعتش زي ما كانت، رجعت انضف ما كانت. بص بقى، طبعا انا كنت بشطف واحط الناحيه اللي هناك، طبعا بحطها تتصفى زي ما انتوا شايفين كده. أه لحد بقى ما خلصت كل الحاجات دي. طبعا انا ما كنتش مصدقه ان انا هخلصها. انا اصلا كنت اشوف الرف كده مليان حاجات، اقول انا اعرف اخلص الحاجات دي كلها. لا، انا مش هعمله. هنا بقى كنت حاطه ترابيزه وعليها فوطه، وطلعت الحاجه تتصفى عليها. فطبعا عبد الرحمن زي ما انتوا شايفين بالنسبه له ده كنز، عايز يلعب بالحاجه، عايز يلعب. واخواته جوجي وجانسي طبعا كنت قايله لهم ما تخلوش يمسك اي حاجه عشان ده غلط، هيمسكها تقع على الارض هتتكسر على طول. هنا بقى دي الشربجيه على ما اعتقد، مش عارفه اسمها ايه. غسلتها. بحط جواها المعالق عشان خاطر المعالق طبعا يعني ملهاش مكان خالص. انا المطبخ بتاعي ما فيهوش دروج، يعني ادراج، فما فيش مكان للمعالق خالص. هنا بقولك اخليه قشطه قشطه. هنا بقى بغسل، بقولكوا انا هغسل وهمسح بالحته اللي معايا. بصوا انا واصله للمرحله دي، انا عايزه المرحله دي، المرحله دي، لا اما بلاش لا اما بلاش. حطيتي لايك؟ طيب اشتركتي في القناه؟ يلا بقى اشتركوا في القناه كده، احنا عايزين نوصل لحاجات كبيره كده. ولو انتي جديده انت نورتيني على فكره. بصوا بقولكوا لايك، ها، لايك. لايك عشان انا تعبت بجد، الفيديو ده فعلا متعب جدا بس محفز جدا.
حاجات تنظيف عميق، فاهمين؟ اللي هو مش النيش اللي انضف الازاز من بره بشوية جلانس والكلام ده، لأ. لأ، ما يمشيش معاك جلانس في الفترة دي. لأ، ده هي الحاجة مليانة تراب بصراحة، ومعرفش التراب ده كله منين. انا النيش ده محطوط في مكان داخلي، مفيش شبابيك حواليه. انا عارفة التراب ده جاي من تحت الباب، بيجوا يكنسوا قدام الباب. ففي واحدة يعني ربنا يبارك لها بتكنس بقى بقلب، فالتراب كله يجيلي من تحت الباب، الاقيه يطلع على الحيطة ويطلع على النيش. بس الحمد لله يعني احنا قدها وقدود ان شاء الله. يعني الحمد لله، ان شاء الله ابقى اشوف له حل الموضوع ده. إيه ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى، ابتدى المظهر الشكل يبان النهائي. ابتدى اهو، ابتدت تندع اهي. ايوه، 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 ايوه كده. حلو كده، الله زي العسل. جميل قوي. الطقم ده كنت جايباه والله العظيم يعني. كان نفسي فيه جدا. ماما جابتهولي، كان نفسي فيه جدا. اللي هو الطقم المربع ده كان طالع موضة بقى والناس تقول لك الطقم المربع، الاطباق المربعة. فكان نفسي فيه جدا بصراحة، هي ما كانتش ماما مخلياني نفسي في اي حاجة. ربنا يخليها لي يا رب. بصوا الحاجة بتلمع ازاي، بصوا الحاجة بتبرق ازاي، بصوا الحاجة فيها زهوة ازاي. شفتوا الحاجة اصلا من شويتين كانت عاملة ازاي، ودلوقتي بقت عاملة ازاي. والله الواحد لما بيستحمى بيبقى عامل زي الكوبايات دي، بيلمع كده. انا قلت بقى ايه تنظيفة العيد للنيش، ما هو احنا بقى يعني ايه ما ننضفش احنا ونروق على حالنا في العيد، وهو لا، لا، نروق عليه كمان، ما هو ليه نصيب. انا اصلا كنت ناوياها، قلت نخلص امتحانات البنت اللذينة دي اللي انا شلوحت فيها، لان انا كان معايا تانية امتحنت الاول وبعد كده رابعة، فاتشلوحت بمعنى الكلمة. بصوا، بصوا، كلموني بقى، كلموني على النظافة، كلموني على اللمعان، كلموني. هنا طبعا الرف قبل الأخير. طبعا هيجي دلوقتي بني آدم صغنن كده اسمه عبودي زي العسل، ما بيسيبش حاجة في حالها. لكم بصوا عيوني، بصوا عيوني بس. زي العسل. ايه رأيكم؟ انا رحت طعمته. التطعيم ده مش في نفس الفيديو ده على فكرة. التطعيم ده قبل الفيديو وقبل الامتحانات. يعني انا طعمته، الفيديو ده كان معايا بقاله اسبوع او اسبوعين في التليفون. ايه التأخير ده يا امان؟ طب ما نزلتيش ليه فيديوهات؟ لا، كان الموضوع صعب جدا والحقنة عملت. بصوا بقى حماتي بعتت لي بقى ايه، بصوا حماتي بعتت لي موسم العيد، ربنا يخليها لي يا رب ويبارك لي فيها ونفرح يعني بطلوع الحج ان شاء الله كده، وتروح تزور بيت الله الحرام. جابت لي موسم العيد. ربنا يخليها لي يا رب. بصوا بقى دي الضلفة التانية، عشان بس محدش يتلخبط عليه الأمر. بصوا، لا ده كان الدور الأخير. اه ده كان الأخير خالص. قلت امسكه بقى مليان تراب جدا، فقلت بقى امسكه هصبنه معايا بالشكل ده. صبنته كده. ده كان الدور الأخير، أيوه افتكرت. بقول لكم بصوا، هنا كنا أنا وجودي بقى بنتكلم على موضوع مهم جدا جدا.
جودي عندي عدوة اللحمة. معرفش بقى انتوا معاكوا عيال زي عيال بنتي ولا ايه. عدوة اللحمة، متحبش اللحمة. بتقولي يا ماما انا اعمل ايه في العيد، انا مش هعرف انزل في الشارع. ريحة اللحمة بتبقى مالية الشوارع، العجول بتبقى مالية الشوارع، انا بقرف. حرفيا بنتي بتكره اللحمة، لو شافت لحمة تقولي لا، مع ان احنا بناكلها، انا وباباها واختها بناكلها. فمش عارفين بقى القصة هتبقى ماشية ازاي. بتمشي تحطي ايديها على مراخيرها، لا اما مشبك على مراخيرها. فاحنا مش عارفين بقى نحلها ازاي. انا بقنعها والله وباباها اقنعها، مفيش الكلام ده. وبعدين يعني انا بقولها ده بروتين يا حبيبتي، ولازم تاكلي لحمة ولازم تتعودي، عشان ده حاجة ربنا حللها لنا. هي برضك مش مقتنعة. انتوا عارفين هي مقتنعة بإيه؟ دماغ الأطفال. هي مقتنعة إني ليه نذبح بقرة، ليه نذبحها حرام، هي مش معاها أطفال. طب نفترض إن هي معاها طفلة، مش حرام إن احنا نذبحها؟ طب هي روحها بتروح فين؟ هي تفكيرها واخدها لكده. أنا سألتها وقالت لي يا ماما حرام تذبحوها، وبتذبحوها ليه وبتاكلوها ليه وتسيبوها؟ دي حاجة حلوة، حاجة أليفة مش مضرة، سيبوها. بتتبح. لقيتها دخلت في عالم الحيوان، فاهمين؟ اللي هي كأنها جاية بقى تدافع عنهم. فقلت لها حبيبتي دي حاجة ربنا حللها لنا، وناكلها عادي وما فيهاش اي ضرر لينا. واحنا لو ما كلناهاش ما فيش اي حاجة تانية نعرف ناكلها بروتينات غير البيض طبعا، والحاجات التانية دي. بس ده حاجة أساسية، وبعدين ربنا حللها. فحاجة ربنا حللها ليه نحرمها؟ يعني احنا ماشيين على كتالوج ربنا منزلنا بيه. فلقيت بنتي بقى مش مقتنعة باللي بقوله لها، ورافضة المبدأ خالص. وقلت خلاص بقى انا هسيبها لي لما تكبر شوية وتعقل شوية ودماغها يعني تكتمل، فاهمين؟ هي دلوقتي مش مكتملة يعني نضجي خالص، فقلت اسيبها شوية كده، ممكن شوية تفكيرها يتغير. انا كنت بحب الكرشة جدا، وبحب كل ما هو في العجل بصراحة والخروف. بس هي بنتي لأ، بنتي عكسي خالص، وما بتحبش الحاجات دي وتقرف. ويعني خلتني مؤخرا ما بقتش بجيب الكرشة خالص واعملها. بس ان شاء الله يعني هشوف بقى الدنيا تاخدني لفين. ممكن اجيبها في العيد ده وممكن لا. بس هو الاكيد ان احنا نعمل فتة. حماتي طبعا بعتت لي اللحمة، زي ما انتوا شفتوا بعتت لي الموسم. اكيد هنعمل فتة، ونعمل بقى ايه، شوية سمين كده، سمين من اللي قلبكم يحبوه، عشان احنا لازم ناكل. هي ما تاكلش، هي حرة، انما احنا لا، احنا بنحب الحاجات دي. وبعدين انا خارجة من بيت اصلا بنذبح كل سنة. يعني بابايا الله يرحمه ويحسن اليه كان على طول يذبح. ومامتي ربنا يخليها ويديها طول العمر كانت بتذبح برضك، ووقفت لسه من قريب وقفت الموضوع ده، بس ما وقفتهوش لا. لا هي وقفت تذبح، بس ما وقفتش اللحمة بتتبعت لنا زي ما هي، زي ما يعني هي ما قصرتش معانا. لو هي مثلا بتدينا شويتين، بتدينا الشويتين هم مفيش اي تأثير خالص. فربنا يبارك لها بصراحة. ماما لما كانت تذبح كانت تدخلني كده تقولي نقي الحتة اللي تعجبك، الحتة اللي تعجبك خديها. فربنا يبارك لها ويديها طول العمر، ويخليها لي يا رب وما اشوفش اي حاجة وحشة فيها ابدا. وحماتي برضك، حماتي من ساعة ما اتجوزت وهي الموسم بتاع رمضان بيتبعت لي، موسم العيد بيتبعت لي الكبير، العيدية بتتبعت لي في العيد الصغير. الحمد لله يعني، ربنا يخليهم لي يا رب وما يحرمنيش منهم ابدا. وكل اللي ليها حما طيبة بقى تقول لي كده في التعليقات، بتعمل معاها ايه حماتها في العيد، والعيد بتقضوه ازاي اصلا. يعني ان شاء الله انا هصور فيديوهات الفترة الجاية العيد بنقضيه ازاي ان شاء الله. بصوا هي الطرحة اتطربت وكله اتطرب، لان النيش فعلا حرفيا بيتبهدل بسرعة.
يعني على فكرة النيش ده متنضفش من 4 شهور بس، يعني مش اللي هو سنة ولا سنتين ولا الكلام ده، هو 4 شهور بس. 4 شهور بس، يعني مش حاجة. بس يعني هي الحاجة عندي بتتطرب بسرعة. ممكن بقى عشان باب الشقة زي ما انا قلتلكوا كده. آه انا لسه عارفة دلوقتي ان النتيجة طلعت بتاعت رابعة، مع ان احنا لسه مخلصين الامتحانات، ما بقالناش يعني اسبوع والله. بس الحمد لله. لسه بقى هخش اشوفها دلوقتي واقول لكم بقى ان شاء الله في الفيديو الجاي ايه اللي تم وايه اللي حصل. دعواتكم بقى، دعواتكم. ان شاء الله كلكم تنجحوا، ان شاء الله كل اللي معاها اطفال، واللي معاها في ثانوية عامة واللي معاها في جامعة ان شاء الله كله ينجح. بصوا خلصنا. انا مش مصدقة، ده انجاز والله العظيم، انجاز. زي ما انتوا شايفين اصلا الحاجة ما شاء الله اللهم بارك كتير، فبتاخد وقت كتير. اللاب اللي تحت ده عبد الرحمن هو اللي حطه وانا مش واخدة بالي، دخل كده بين رجليا وراح حطه. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ رأيكم يهمني. تعرفيني كده رأيك، وتكتبي لي كده كومنت زي العسل زيك، وتقولي لي تسلم ايدك يا امان. تقولي لي ايه؟ تسلم ايدك يا امان. وعرفيني لو وصلت معايا لحد الحتة دي، قولي لي اللابتوب عبودي حطولك في النيش. لا ده مشكلة، عبودي ده مشكلة والله العظيم. ايه رأيكم؟ كلموني على هذا الجمال، كلموني على هذا الجمال. بصوا انا لو في حاجات ما كملتهاش هكملها انا مع نفسي يعني، عشان لقيت الفيديو اصلا انا طالعه اقص منه كتير. انا صورت حرفيا الفيديو ده صورته 3 ساعات، هو وانا بمنتج لقيته 3 ساعات. 3 ساعات ازاي؟ فيديو إيه اللي هيبقى 3 ساعات والناس تقعد تتفرج عليا فيه؟ منتجته لحد ما وصلته لنص ساعة، ده اللي انا قدرت اعمله. فضلت امنتج 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 واسرع في حاجات كتير واشيل حاجات كتير لحد ما وصلته نص ساعة. هو ده ما تصورش كده يعني، لا ما تصورش كده، ما تصورش في نص ساعة، لا تصور في، والله العظيم في اكتر من 3 ايام الفيديو ده. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ قولولي ايه رأيكم، وقولولي عملتوا ايه، كل واحدة كده تقولي عملت ايه في شقتها وخلصت ايه ووراها ايه. والكسلانة بلاش تبقي كسلانة، قومي اعملي. وبلاش مقولة هي الناس الضيوف هتيجي تشوف، هي الضيوف هتطلع فوق التلاجة وتشوف، هي الضيوف هتطلع تحت الدولاب وتشوف. لا هي دي نظافة ليكي انتي، ملكيش دعوة بالضيوف يا حبيبتي، وملكيش دعوة باللي يجي، وملكيش دعوة باللي ما يجيش. بصوا هنا احنا عبد الرحمن كان بيفتح الضلفة دي ويطلع حاجات منها، باباه عمل الفكرة دي، كان بيطلع، كان يفتحها ويقعد جواها. بصوا بقى حبايبي، بصوا بقى التاتشاية الأخيرة واللمسة الأخيرة. بصوا بقى الشكل النهائي. كل واحدة بتنظف لشقتها ولبيتها مش لحد. وحط اللايك بتاعك واشتركي في القناة، وان شاء الله عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة، عشان اللي جاي كتير, كتير قوي، اللي جاي كتير قوي. و... وان شاء الله الفيديو عجبكم.